السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ جايه لكم بسلسلة فيديوهات لمشاريع صغيرة جدا جدا ببواقي القماش. حاجات حلوة جدا وتقدري تطلعي منها مكسب حلو، وفي نفس الوقت مش بمبلغ كبير يعني. يعني انت ممكن 200 جنيه وممكن ب500 جنيه تعملي المشروع ده، ويبقى حاجة يعني بسيطة على قدك، وفي نفس الوقت مش مكلفة. ممكن تعمليها على المكنة ديت او تعمليها على المكنة العادية عادي براحتك. نبدأ مع بعض. اول فيديو في سلسلة مشروعات صغيرة تقدري تعمليها بمبلغ قليل. اول حاجة احنا هنعملها ببواقي القماش. تمام، انا عندي دول، يعني هي حتة كده ايه، حوالي نص متر او تقريبا متر الا ربع، بعرض القماش. ماشي، وعندي حتة كده ايه مربعة كده، تقريبا حوالي 70 في 70 او اقل كمان. يعني هي حتة صغيرة. هنعمل بيهم ايه؟ يلا بينا اقول لكم هنعمل بيهم ايه. هنعمل بيهم ده، هنعمل الكولمن. انا هعمل له طبعا، كلنا في الصيف وكلنا عندنا الكولمن ده، وصراحة يعني بيتبهدل، يعني بيتبهدل. فهنعمل ليه كفر سهل وبسيط، وحتى انتي لو مش خياطة ممكن تعرفي تعمليه. حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا. طبعا زي ما عودتكم احنا بنحتاج حاجات بسيطة عشان نشتغل عليها. هو مقاس واحد، تمام، هنحتاجه. لو هو عندك هتاخدي مقاس واحد، لو هو مش عندك هناخد مقاسين. تمام، اول مقاس هناخده بصوا اللي هو الطول ده. تمام، ده عندي الطول ده اهو كده. الطول ده عندي 38، انا هخليه 40. تمام، وهناخد الدوران ده بيكون قد ايه، اللي هو الدوران اللي هو كده. الدوران ده بيكون قد ايه؟ بيكون متر. انا باخده متر، ممكن يبقى اقل ممكن يبقى اكتر، بس انتي خلي عندك متر. يعني انتي يبقى عندك الطول ده 40 في متر. تمام، ونيجي المقاس مهم قوي اللي هو الغطا. احنا الغطا ده ممكن انا هحطه على القماشة وهقص عليه، ده لو هو عندك. لو هو مش عندك هتاخدي طول، يعني مثلا هتاخدي كده. طبعا مش كله زي بعض، بصوا مش كل حاجة، مش كل الكولمانات زي بعضها، كل واحدة وليها مقاسها. ماشي، انا باخد هنا طول وعرض. الطول والعرض عندي هنا 30 في 30، بس انا طبعا هقصها على القماش. يلا بينا نقص مع بعض. ناخد ده ننزله كده. حلاوة الشغل اللي بنعمله من بواقي القماش. انتي مش ضروري مقاس عندك، يعني انتي مش ضروري حاجة مقاس. حتى لو عندك مش ضروري حتة كبيرة، حتى لو عندك مثلا انا هعمل دي، حتى لو عندك حتة صغيرة مثلا 50 في 50، 30 في 30 شغال. ماشي، ناخدها كده، ناخدها من هنا. ماشي، وهنطلع زي سنتي واحد بس، سنتي واحد. يعني مش هنقص بالظبط، لا هناخد سنتي واحد بس. بصوا كده. خلي بالكوا ده مشروع حلو جدا جدا. ماشي على الخطوات،
ماشيه على الخطوات ويعني هتنجحوا ان شاء الله في ان انتوا تعملوه. حتى لو عندك في البيت وانت عايزه تعمليه، ممكن حتى تعمليه بالابره والخيط على ايدك، مش ضروري على المكنه. وكمان القماشه عادي، اي قماشه ممكن، لو قماشه قماش ملايات شغال، قماش عندك تنجيد برضو شغال، اي قماش، مش ضروري قماشه معينه يعني، بس انا بعمل بالمتاح عندي. بصوا كده، انا كده ايه، خدت القرصه دي تمام. هنلف عليها بقى داير ميدور. ناخد ده طبعا، احنا المفروض داير ما يدور احنا خدناه متر وفي ارتفاع 40. بصوا دي مقاسها 40، دي حته فاضله عندي، دي مقاسها 40 ماشي. ده الطول بتاعي مش متر، فانا هشتغل ماشي وهلفها داير ما يدور واقص على كده تمام. بس هي بتاخد متر. سهله جدا ومش محتاجه اي افتكاسات. في حاجه آه ممكن نعمل سوسته داير ما يدور كده، لو احنا مش عايزين يبقى الكفر حته واحده، لا عادي مش فارقه، نشتغل كده ماشي. بصوا طبعا البورصل ده بقصوه، انا هعملها اوفر، بس انا خلي بالكم مش الاوفر مش بعمله في الفيديو عشان يكون فيديو مش كتير يعني. يلا نقول بسم الله كده. هنلف الخياطه داير ما يدور على القرصه اللي احنا عملناها. طبعا انا وصلت للنهايه طبعا، عشان دي بقت بواقي قماش يعني عندي، فانا ما قصتهاش يعني بالظبط مقاس بالظبط، انا اشتغلت على طول. انما انتوا قصوا المقاسات اللي انا بقول لكم عليها. عارفين الباقي ده ممكن نعمل مشروع منه حلو قوي، هعمل لكم برضو فيديو، استنوا الفيديو الجاي. بصوا كده ده المنظر. بصوا بقى احنا هنا، انا طبعا مزوده سنتي او سنتي ونص عشان هعمل الاستك. ممكن نعمله بطريقتين، ممكن اعمل كده وادكك الاستك، او ممكن نركبه عادي في الاوفر لو انا عندي اوفر، بس مش عندي اوفر خلاص هعمله كده، انا هعمله لكم. بص ما خيطتش للاخر، وهندكك الاستك تمام. ايوه الساده، هجرب لكم
الكفر اللي احنا عملناه ما خدش في ايدينا 10 دقايق، 5 دقايق. بصوا الكفر انا لبسته في بقى تركية بسيطة هنعملها. بصوا اهي، بس بيبقى حاجة بسيطة هنا كده، بنقص بالمقص زي يعني 3 صوابع، ماشي، علشان يبقى هنا مفتوح. تمام. مشروع سهل جدا 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 جدا. يا رب يكون فيديو مفيد ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.